طيب شهيد. عفوا على المقاطعة. لا خلاص انتهى، لا خلاص انتهى. وهو الذي أتاني الآن أن إدارة قناة وصال تعلن من هذه اللحظة بإيقاف هذه للأسف الشديد التي لا أستطيع أن أسميها لا مناظرة ولا جلسة علمية بسبب ما بدر من الضيف حسن بن فرحان المالكي ليلة البارحة بقذفه وسبه للصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وتألى على الله وقال أنه في الدرك الأسفل. لا تتبسم يا حسن، إذا لا تحترم الناس لن يحترمك. لا تحترم، إذا لا تحترم الناس. أتمنى من الأخ المخرج أن يأتي بصورتي أثناء التبسم. نحن نحترم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ونعزهم ونجلهم ونقوم بما أتونا به مصدقين ومؤمنين به، لا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. رضي الله عنهم وأرضاهم، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وننذر أنفسنا وأموالنا ودماءنا وما أرضى الله سبحانه وتعالى في الذب عن أعراضهم. لن نرضى بمثل هذه. تمنينا أن يكون الأدب مع الصحابة أولا وأن لا يتألى. تمنينا إذا كان لديه انتقاد أن ينتقد المجرم الذي يحبه ويتودد إليه، الذي أثنى عليه والذي يترضى عليه والذي يقول ليس لديه دليل بأنه كافر وهو يحرف القرآن، وتعلمون من أعني. فمن هذه اللحظة يأتيني الأمر من إدارة قناة وصال وإرضاء لله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، ثم لجمهورها الكريم، نزولا عند رغبة جمهور قناة وصال، وقبل ذلك إرضاء لله سبحانه وتعالى ودفع لهذه الشبهات التي للأسف الشديد حاولنا أن نقول أنها من باب الدعوة وأننا نحاول أن نفند، ولكن للأسف كانت في ازدياد. ولن نرضى عن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، نفديهم بأنفسنا وأموالنا. ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه خال المؤمنين وكاتب الوحي، رضي من رضي وزعل من زعل، ومن يزعل فليشرب من البحر وعليه من الله ما يستحق. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كيف بنا أن نرضى عن صحابي جليل يقذف في قناة وصال؟ لا والله لن نرضى. وإن كنا رضينا في الحلقات الماضية إنما لشيء في أنفسنا، لتعلموا حقيقة هؤلاء الذين يدعون السنية والذين يدعون الدين والذين يتلبسون لباس الدين وجلباب الدين. لن نرضى والله ولو جعلنا ذلك في سبيل راحتنا وفي سبيل تريد تنسحب انسحب توكل على الله، لكن أما بهذا الشكل لن نرضى والله. لن نرضى أن يأتي شخص يأخذ من الكافي ومن بحار الأنوار وفندنا ما فندنا وأردنا أن نقول اتق الله. نحن نقول لك هذه النصوص وهذه الأحاديث وهذه الآيات، وهو ما زال يعاند ويكابر ويقول في الدرك الأسفل من النار ويتعالى على الله. أين هو عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عن رجل من بني إسرائيل لما كان يناصح ذاك الرجل الفاسق العاصي وهو يمر به يقول اتق الله، وفي اليوم الثاني كذلك واليوم الثالث كذلك، وإذا به ما زال مصرا على معصيته وعلى الكبيرة التي يقترفها. قال والله لن يغفر الله لك وهو عابد. قال الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماء: من ذا الذي يتألى علي فقد غفرت له وأحبطت عملك. ألا يتق الله من ينادي بهذه الخرافات وهذه الخزعبلات القمية النجفية السستانية التي جاءتنا ولم تأتينا إلا بذبح إخواننا في سوريا بالمناشير والسكاكين والصواطير وبكل أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة. ونسمح لشخص يقول
أن معاوية الذي حكم الشام 20 عاما والذي هو من صحابة الرسول وكتبة الوحي وخال الرسول وخال المؤمنين وأول كذلك من فضائله وأول من ركب البحر، هل هذا جزاؤه؟ هل هذا في الدرك الأسفل من النار؟ إذا أين هؤلاء الذين قالوا إن القرآن محرف، إن القرآن ليس بهذا الذي بين أيدينا، إن هذا القرآن ليس بكلام الله، أن القرآن والقرآن وهو دستور، ونحن ننادي بالقرآن ونقول القرآن ودستورنا القرآن. أي قرآن تعتبره وأنت تؤمن تقية بأن هذا القرآن الذي تستشهد به وقد ألزمته بالرد على الآية وإذا به يتلعثم ويقول لا 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 ما يقول الله سبحانه لا رجاء لا أسمح لك أن تتحدث، رجاء لا أسمح لك، وأنت عارف لماذا تتعتعت وتكأكأت فيها عندما قال عن تلك الآية التي أشار لي، والآن يقول أي آية؟ هو يعلم أي آية. إذا آمن وبشروط الإيمان والصلاح قال لا خلينا منها اتركنا، يعني الوثني والملحد والذي يقول إن الله ثالث ثلاثة والذي يقول كذا وكذا هو في الجنة عنده. أما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يأتيني بفصل القرآن عن السنة. يا أخي اتق الله، أي منهج أنت تأتينا به؟ القرآن ولا تعرف قراءة القرآن، وأنا تركته عمدا في تلك الآيات الماضيات حتى تظهر هذه الليلة. رأيتم ذلك؟ هذا الذي كان في هذه الحلقات وإرضاء لله سبحانه وتعالى. ثم لجمهور قناة وصال أردنا أن نختم بهذا، ولن نسمح بعد اليوم أن يأتي مثل هؤلاء الذين يريدون أن يحكمون. من أنت بعد 1400 عام تأتينا بدين جديد، تأتينا بتفسير جديد، تأتينا بتأويل جديد؟ والله وتالله وبالله لم يكن إلا طعما لتعلموا حقيقة هذا الرجل. طعم وأكله هنيئا مريئا، بالعافية عليك، هنيئا مريئا أكلته هنيئا مريئا، كشفك الله، فضحك الله، أخرج الله ما في سريرتك. كان يداخل على قنوات الرافضة الاثنى عشرية وهو يهيج فوق ذلك أبناء العوامية وأبناء ويمتدحهم والمظلومين على من؟ على أبناء ديرتك، على دولتك. نحن الذين في الجنوب، أنا من الجنوب، يقول هذول أهل نجد هذول شايفين أنفسهم لهم ربهم ولنا رب. أعوذ بالله قلتها في تغريدتك، التغريدة موجودة عند الدكتور، ولن تستطيع أن تهرب، ولن تستطيع، وسنأتي بالتغريدة بهذا المعنى. تقول لأهل نجد ما هذا التعالي علينا؟ لماذا تتعالون علينا؟ ولماذا تقولون أنتم تعبدون ونحن نعبدون، أو لكم رب ولنا رب، بهذا المعنى. وسنأتي بهذه التغريدة وقد أتينا بها، ترى أتينا بها في أيام عاشوراء. إذن هذه رسالة لجمهور وصال، فقهت الرسالة أحبتي في وصال، جمهور وصال، والذي كان يريد أن يلبس ويغنب ويأتي ويذهب ويأتي لم يكن إلا طعما أكله هنيئا مريئا. هذا الذي يكون بهذا الشكل. هذا ما كان لدينا بهذا الشكل وبهذا المنطوق وبهذا الكلام، حتى تعرفوا أحبتي في الله من هو العدو الذي الله سبحانه وتعالى قال هم العدو فاحذرهم. إذن نحذر مثل هؤلاء الذين يريدون شق الصف السني. أسألكم بالله، دعوني قليلا بربكم، من المستفيد من هذا الطرح؟ من المستفيد؟ الصحابة. والله أني أراجع حسابه اليومي في التويتر، والله كلهم من الرافضة الذين يغردون له ويرتوت لهم، كلهم من الرافضة الاثنى عشرية، سواء كان في الجنوب أو في الشرق أو في العراق، بل والله من المعممين، بل والله حتى من مكتب السيستاني. وأنا أعرف أن هناك قصة جميلة، أنا ودي أختم بها، قصة جميلة. هناك قصة جميلة دكتور عن ما كان
في سابقا عندما كان يريد أن يذهب إلى قوم للدراسة. هذه أشياء كثيرة، أشياء كثيرة. تعلم يا حسن، تعلم يا حسن، والله لن تستطيع أن تحيد، ولن تستطيع أن تذهب عن هذا الفخ، والله لن تستطيع والله لن تستطيع. لن أسمح لك، لن أسمح لك، فداء لسيدي معاوية، فداء لسيدي. انظروا إليه يتمعر وجهه عندما نقول يغص باسم معاوية، يغص ويشرق ويكاد أن يموت من اسم معاوية. إذن هذا ما كان لدينا. أشكركم، أستودعك الله. تفضل يا أستاذ حسن، تفضل. أستودعكم الله أحبتي في الله. هذا ما كان لدينا في هذه الحلقات التي وضحناها لتعلموا أننا نحن في خدمة الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، وإنما كان هذا لفضح وليعلم من يهمه الأمر وليتق الله فينا أن يأخذ على أيدي مثل هؤلاء. اتق الله، فقد وضحت الحقيقة واتضحت الحقيقة أمامك. والله لتسألن عندما يسلم الأمانة لمثل هؤلاء، والله لتسألن عندما يسلم الأمانة لمثل هؤلاء، هؤلاء الذين يسبون أصحابنا ويسبون رموزنا. عندما قلنا الخميني بالبارع عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ألا تذكرون تفجيرات الحرم؟ ألا تتق الله في تفجيرات عام 1406 و1407 أم أنك من المؤيدين؟ والله أنه من العملاء، لأنه يؤيد تلك التفجيرات في بيت الله الحرام ويقول لا، ليس لدي دليل بأن هذا الرجل، بل والله يحترمه وأنه أفضل من معاوية بمراحل ومراحل. هذا الخبيث عليه لعائن الله تترى صباح مساء. ليس لك وجود عندنا، تفضل. ليس لك وجود عندنا أبدا. من كان على هذا المنهج ليس له وجود. نقف بضده ونقف بأمامه، ولن نسمح والله، ونعريهم أمام الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم، ثم أمام المسؤولين والجمهور الذين كانوا يعني انظروا إلى أخلاقه. هذه هي أخلاقهم، هذه هي أخلاقهم، هذه هي أخلاقهم. رأيتموه؟ هذه هي أخلاقهم. هذا كما أتهم عندما يقذف الدمشقية بهذا الأمر، أنا أقول هذه هي أخلاقهم. أستودعكم الله حفاظا على سلامتكم من مثل هذه يعني الأمور التي لا تليق بجمهورنا الحبيب، جمهور وصال العريض، بجمهور من وصال التي أوصلت لكم الحقيقة كما هو شعارها. وصال دليل وصولك للحقيقة، دليل وصولك للحقيقة. هنيئا مريئا لهذا الفخ الذي أوقعنا فيه مثل هؤلاء الذين يبجلون أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الأمة الإسلامية. إذا في العمر بقية ألتقيكم، لكن قبل ذلك أشكر فضيلة الدكتور إبراهيم الفارس على ما قدم وعلى ما أفاد وأجاد، وأشكر لكم أنتم حسن المتابعة. إذا في العمر بقية ألتقيكم بإذن الله تعالى إلى لقاء قادم. أستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.